الإنسان في هذه الحياة إما أن يكون في نعمة فالواجب عليه أن يشكر الله، وقد وعد الله من شكره أن يزيده خيرا إلى خير ونعمة إلى نعمة. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإما أن يكون العبد في معصية وقد أمر الله تبارك وتعالى العصاة بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى صراط العلي الغفار، وقد وعد الله التائب الصادق أن يقبل توبته وأن يغفر ذنوبه وأن يبدلها من سيئات إلى حسنات. وإما أن يكون العبد في ابتلاء وقد أوجب الله عليه أن يصبر وأن لا يعترض وأن يرضى بما قدره الله وقضاه وأن يأخذ بالأسباب للخروج من الابتلاء والامتحان. بمعنى الإنسان لا يخرج عن 3 أحوال: إما أن تكون في نعمة يجب أن تشكر، وإما أن تكون في معصية يجب أن تستغفر، وإما أن تكون في ابتلاء يجب عليك أن تصبر. إياك أيها المبتلى أن تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. الشكوى إلى الخلق والتضجر والتأفف علامة على الحرمان وعلامة على ضعف الإيمان.